السلام عليكم اخوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش كتعاودوا؟ اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تنظيف الثلاجه. وغادي ان شاء الله نوريكم واحد المحلول سحري صراحه، محلول عجيب اللي كيقضي على جميع المشاكل ديال الثلاجه، من رائحه كريهه، من دوك الاتساخات اللي تيدخلوا بين الجوانب ديال الثلاجه وسميتو. ان شاء الله بقاو معايا في هذا الفيديو، غادي تسمعوا بزاف ديال النصائح اللي غادي تنفعكم وغادي تستافدوا ان شاء الله. يلا بقاو معايا. اول حاجه غادي نصوبوا هذاك الخليط ولا المحلول اللي قلت لكم. ها هي كنضيفوا واحد معلقه كبيره ديال بيكربونات الصوديوم ياك، وكنضيفوا عليها واحد نص كاس ديال الماء ديال الخل. ها هو شوف كي تيتفاعلوا، شتي؟ نص كاس ديال الخل. كنضيفوا واحد نص كاس ديال الماء صافي، ونضيفوا واحد المعلقه ديال هذاك باش نغسلوا الماعن. ايوا اما اي ماركه عندكم ماشي مشكل، المهم هذاك ديال غسيل الاواني هو باش كندير صافي. وكنحركو مزيان. ها هو فوالا صافي. وكنجيو لهنا، شتي؟ واللي بغى يضاعف الكميه ضاعفها. انا درت نص نص. نتوما الا بغيتو ديروا كاس هكا، كاس ديال الماء وكاس ديال الخل ومعلقه ديال بيكربونات الصوديوم ومعلقه ديال سميتو ديال هذا غسيل الاواني. اش تيقولوا ليه؟ انا عندي هاد اونيت درتو صافي. ها هو خليه هنايا ونجيو نغسلو هادو صافي كما قلت لكم. ها هي شوفوا، اول حاجه قلت لكم كان البنات من بعد ما خليت هادوك يتقطعوا، هادوك كاملين دوك لي زيتاج ديال الثلاجه وهادوك كاملين ديال البيض وداكشي ديال الخضره، غسلتهم وخليتهم يتقطعوا. غنجي لهنا ونهز داك المحلول. او الا بغيتي تزيدوا فيه الماء زيدوا الماء باش يزيد لكم هكا صافي. تبداو تفرشوا الثلاجه كاملها، شفتوا؟ والجوانب وكلشي. واحد الحاجه اخرى بغيت نقول لكم بالنسبه للثلاجه، الا كنتو صراحه كتديو طشوا عليها بهادشي، من الاحسن الثلاجه تطفى من الضوء. انا علاش خليتها هكا؟
حيت دابا عندي الفريغو عامر فيه داكشي ومبغيتوش يخسر، والثلاجه نيت خوتي توسخات لي داكشي، علاش مقدرتش نتسنى حتى نخوي الفريغو داكشي قلت ندوز عليها. المهم هادشي اللي كاين صافي. دابا غادي نجي غندوز الحلفه ياك، وغنشد هاد الشيته هكا. الا عندكم شي شيته قديمه دوزو عليها داك الجوانب اللي تيكون هكا في الثلاجه، وملي ما كيوصلوش دوزي عليها ودا تشدي واحد الحلفه، تشدي الحلفه ودوزي عليها كامله صافي. ها هي الحلفه هنايا كدوزي على الثلاجه كامله، ومن بعد كتنشفي بهاد الزويفه تكون ناشفه هكا. وإلا عندكم داك الكاريط اللي كيتباع هذاك من الاحسن تنشفوه الاول داك الكاريط وتعاودوا بشي زويف هكا ناشف وصافي. تمسحوها مزيان الثلاجه كامله تتمسح وتعاود تمسح. وما ننساوش اخوتي هاد سميتو هاد الباب ديال هاد التهوه، ها هو شوفوا هاد الباب ها هو التهوه، هذا الشوط ياك نشوف التهوه نشو. إلا لقيتو تخليوها هكا ترشوها وتخليوها. إلا كان عندكم شي هكا شي طبيعة صعاب بغاو يحيدو ليكم رشوهم وخليوهم. ما تنساوش هاد الجلده اللي كاينه هنا، هاد الجلده اللي كاينه هنايا كامله هزو الشيته ياك، هزو الشيته ودوزو على الجلده كامله. بغيت ندور لكم باش تشوفوا شتي شتي هنايا شي خوتي صافي. وندوزو على هاد الجلده شتي الجلده ملي تيكون هنا، هاد الجلده اللي كتكون هنا كاع هاد الشيء دوز على هاد الجوانب كاملين ديال الجلده ونرش عليهم بهذاك المحلول اللي قلت لكم وصافي. تبقاي هكا سميتو ان شاء الله تلقى. ومن بعد هذا تنشفي في الثلاجه. من بعد ما درت لي هذاك الخليط ديال الخل والسائل ديال الماعن وبيكربونات الصوديوم والماء كما قلت لكم، كتجيو في داك البخاخ كتدوزو على الثلاجه كامله هكا ترشوا بداك البخاخ صافي. وتتخليوها شويه وتجيو دوزو بالحلفه، ومن بعد دوزو بالزيف هكا يكون ناشف الزيف. وإلا لقيتو كاع هذاك الكاريط دوزوه هو الاول، ومن بعد تعاودوا تنشفوا بالزيف يكون ناشف صافي. وكتبان النتيجه. دابا ها هي الثلاجه شتي، هاي الثلاجه شتي من بعد ما شتي داك سميتو المحلول، شتي المحلول الصحي العجيب. وحاجه اخرى بالنسبه للثلاجات اللي فيهم الثلج ماشي ديال البخار، صراحه هذوك الثلاجات هما تيكونوا صعاب في سميتو بحال هكا. الا بغيتي تديهم تنقيهم في النظافه ديالهم، ولكن احسن حاجه انك تحيدي البريز من الضو. وبالنسبه لداك الثلج اللي كيتعطل ما فيه الملحه وخليه دور يدوح وغتلقيه داب احسن ما تبقاي هزه داك الموس وتبقاي تضربي مده. منها هذاك الملحه دغيا كتدي ومنها كتبقاي تحافظي على الثلاجه. وكاين عاود اللي كيخوي فيها الماء سخون ولا طايب عند راسو غادي يذوب هذاك الثلج. صراحه هي تتهلكوا الثلاجه بهذيك الطريقه. وبالنسبه لي بغينا نحافظوا على الثلاجه ديما الثلاجه تكون بعيده على الحيط، ما نلصقوهاش مع الحيط، وما تكونش قريبه للفران ولا لا تكون قريبه للفرن ولا شي حاجه سخونه. لا الثلاجه ديما نخليوها تهوى باش هذاك ديك البروده اللي فيها تبقى محافظه عليها صافي. وبالنسبه لهذيك الريحه الا بغينا نبقاو نحافظوا عليها تبقى ديما ريحه زوينه في الثلاجه. كاين اللي كيدير الفاخر، كاين اللي كيدير هذا سميتو كاع القهوه، ولكن احسن حاجه انك دي بيكربونات الصوديوم ديها في شي سوبيره وتقبيها. حيت علاش بيكربونات الصوديوم كتمتص كاع ديك الريحه اللي كاينه في الثلاجه. تتقبي ديك السوبيره وتتخرج هذيك سميتها ديك التقبات داك سميتها الريحه ديال الثلاجه كتمتص كاع هذاك بيكربونات الصوديوم. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي. كنتمنى وحاجه اخرى عاد بغيت نشاركها معكم بالنسبه للخضره. انا طريقتي صراحه انا جربتها
لقيت صراحه عليها النتيجه. كنت في الاول كندير ناخذها في الميكا، ولكن هي كتجلس واحد النهار ولا يومين كتبدا تتعاق الميكا وكتخسر خضرها دغيا. احسن حاجه انك تديها في هذوك الخنيجات الملونين، عرفتيهم دوك ديال اللي ولاو في بلاصه الميكا هادوك. وما احسن حاجه انا كندير طريقتي، كنشد كل خضره كنديرها في دابا بحال هكا خيزو في خنيشه، بطاطا في خنيشه. وصراحه والله الا كتبقى ليا الخضره مده، كتبقى هي ما كتفسد ما والو. هي من الاحسن ما تخلطيش الخضره وتديها في هذاك سميتو في هذوك الخنيشات. واللي يكون عندك دوك المنظمات تفرشي ليهم حتى هما داك الكاريت، داك البابي اللي تيكون هكا حتى هو تيمتص الرطوبه. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وكنتمنى تستافدوا معايا وتهلاو ليا في راسكم. وحتى الفيديو ان شاء الله الاخر، الا تهلاو في راسكم. بسلامه.